سلام البنات، ان شاء الله كامل راكم بخير وصحتكم على خير ويلقاكم الفيديو هذا في احسن الاحوال يا رب. اليوم جيتكم بوصفه جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. هنا حبيبتي لاول مره تشوفي قناتي ما عليك غير تشتركي وتفعلي الجرس هكا باين الحاجه كامل جديدي وحاجه ما تراطيها. هنا نرحب بالاعضاء الجدد نقول لكم مرحبا بكم، نورتوني. القناه قناتكم والدار داركم. هنا نتاسف بزاف 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 على المشتركين اللي حذفهم اليوتيوب. الحمد لله الخير فيما اختاره الله، ديما هذه لازم نقولوها. لهنا اليوم جيتكم بوصفه الجلجلانيه غير بزوج معالق ماغارين وانتي دايره اكثر من 25 حبه. تابعوا حبيباتي الفيديو الاخر باه تكتشفوا كامل اسرارها. هذه الوصفه مختلفه جدا عن الوصفات اللي مالفين تشوفوهم. هذه الوصفه الخاصه بي انا، يعني درتها من ابتكاري انا. هنا بسم الله شوفوا عندي كبدايه عندي ماغارين، انا ديما نستعمل لابيل باسكو هي المخيره وهي المليحه. هنا عندي ملعقه تاع نشا، وعندي 2 ملاعق سكر، وعندي بيضه كامله وصفار بيضه، وعندي كما راكم تشوفوا لهنا نص كاس زيت او ما يعادل 5 ملاعق زيت كما تحبوا انتوما. لهنا البنات واش راح نديروا؟ شوفوا الماغارين عندي 125 غرام، ولا اللي ما عندكمش الميزان ديروا 2 مغارف يكونوا معمرين يكونوا بومبي، تما 2 مغارف اكل تاع اكل. هذه هي يعني البنات اللي قلت لكم عليها. هنا راح نحط كامل المكونات مع بعض، يعني راح ندير كامل المكونات دفعه واحده. وهنا اذا ضاعفتوا المقادير اكيد يعني لازم تضاعفوا المقادير الاخرين، يعني كي ديروا 250 غرام ماغارين ضيفوا المقادير الاخرى تضاعفوهم. هنا راح نحط كامل المكونات مع بعض ونبدا نخلط كافه المكونات مع بعض. هنا بيدك يعني بالباتر بالعجانه واش عندك انت اخدمي نورمال. لهنا يعني كما راكم تشوفوا الماغارين تاعي راهي بدرجه حراره الغرفه، يعني ما كانتش في الثلاجه ولا تما. هذه هي لازم باش تخدموا البنات وتجيكم خدمه متقونه لازم تبيضوا الماغارين يكونوا بدرجه حراره الغرفه. لهنا عندي شويه كاوكاو محمص ومطحون رقيق. كنت استعملت حق 2 ملاعق كبار هكذاك، وضفت لهنا كما راكم تشوفوا الفرينه ورشه تاع خميره ما يعادل نصف ملعقه صغيره. يعني انا قلت لكم البنات نصف ملعقه. هنا نبدا نضيف الفرينه تاعي ونلم العجينه تاعي، يعني طريقه راهي سهله واكثريه واغلبيه تعرفوها. هنا باش يعني ديما تنجح لكم العجينه تاعكم وما تجيش تخرج ما تجيش تخرج الزيت، وكي ديروها في الفرن ما تتقلصش، يعني ما يتكمش لكمش الشكل تاعها وتبقى محافظه على الشكل تاعها. هذه اللي ديما نقولها ونعاود نقولها، انكم ما تعجنوش العجينه تاعكم، تلموا برك يعني تبقاو تضيفوا في الفرينه وتطموا فقط حتى تتشكل عندكم عجينه. هذا يعني سر من الاسرار ديما نمدولكم ونعاودولكم، وديما يجيوني اسئله علاش الصابلي تاعنا يتكمش. هذا هو السر، انكم ما تعجنوش برك، تلموا برك العجينه تاعكم. هنا راح نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها مده 5 دقائق باش نبدا نخدم بها. عندي المول هذا هو البنات اللي راح نخدم به، راني كنت خدمت معاكم يعني به من قبل عده وصفات، واكيد راح نخدموا عده وصفات به. هنا نشكل كوريه برك كما راكم تشوفوا البنات ونرمدها في الجلجلان، ونبدا كما راكم تشوفوا نحطها في المول تاعي. هنا اي مول عندك حبيبتي استعمليه، يعني نتيا حره، لكن شرط يكون المول اللي عندك هذا تكون فيه ثقبه في الوسط باش من بعد تعمريه باي حاجه انت راكي حابتها. هذا هو الشرط برك الوحيد اللي يكون عندك، يعني اي مول عندك استعمليه، يعني انت حره. انا قلت لكم يعني الطريقه راهي سهله واي وحده تقدر ديرها، يعني الوصفه هذه كيما شفتوها كنتو شفتوها باللحظه، كنتو شفتوها يعني كل وحده كيفاش تخدم وصفتها. لكن صدقوني هذه الوصفه روعه روعه، يعني تقدروا ديروها مع العشيه هكذا. انا كنت درتها مع العشيه راح نشرب بها الحليب وجاتني بزاف بزاف يعني بنينه. وانتم كي تحبوا تجربوها جربوا بالكونتيتي صغيره تنجح معكم عادي، يعني ديروا كيما درت انا غير 2 ملاعق كبار تاع ماغارين وانتم خادمين قاطو روعه، يعني راح ادير لكم اكثر من 25 حبه.
هنا كما قلت لكم حبيباتي ماشي شرط توزنيها. انا باش يعني نعطيكم طريقتي باش يعني تنساو نهائيا الميزان. انا الميزان راني نستعملوها مثلا في التشريك ولا في العرايش ولا في النقاش ولا نستعمل الميزان، لكن يعني في هذو الحلويات تاع السيليكون وتاع ذاك راني ما نستعملش الميزان. ويعني كي تولفوا الطريقه هذه صاي. هنا بعد ما كملت يعني الحبه تاعي كامل، كون شعلت الفرن تاعي على درجه حراره 180، ندخلو من الاسفل يطيب ونزيد نشعلو من الفوق يتحمر ونرجعو. شوفوا لهنا حبيبتي بعد ما تحمر لي، شوف راح يتنحى معك فاسيلمون، يعني ما تخافيش منه. والثقبه شوفوا من الفوق راح تجيكم مستعه ومن اللوط راح تقعد ضيقه، يعني من بعد كي ديروا الحشو تاعكم هذاك راح نديروه مش راح يخرج معاكم، يعني ما تخافوهاش. يعني انا كي نعطيكم حاجه راح نعطيها لكم على ضمانتي انا. قلت لكم يعني في طريقه الميزان، يعني ديروا برك عينكم هي ميزانكم، واذا جاتكم كبيره نقصوا شويه، واذا جاتكم صغيره زيدوا شويه برك من العجين، هذا ما كان. وهنا حاولوا يعني ما ديروهاش بومبي في المول تاعكم عم بكم فيها خميره باش من بعد يضاعف الحجم تاعكم تجيكم صباصبه. شوفوا لهنا واش عندي البنات، في كاسرونه راح ندير شويه تاع عسل وراح نضيف له شويه تاع ما زهر ونحطهم فوق النار، نقعد حتى نشوفهم تما شتو كيديروا على الحواشي هكذا يدير فقاعات تما وراح يبدا يغلي. نحي العسل تاعي ونبقى نحرك البنات باش هذاك المزهر يدخل في العسل. يعني الطريقه راهي سهله وفي نفس الوقت واضحه. شوفوا لهنا بعد ما خففت هذاك العسل تاعي، شوف ولا شويه خفيف، نبدا نعسل في الحبات تاعي. شوفوا البنات غير هكذا برك نعسلهم يعني دقيقه برك، ما خليهاش يعني تشرب بزاف. هنا لازم شوفوا اذا كان العسل تاعكم سخون، الحبات تاعكم تاع الكاطو لازم يكونوا باردين، واذا كان حبات تاعكم تاع الكاطو سخونين العسل تاعكم لازم يكون بارد. يعني نعطيكم هذه المعادله راهي سهله. هنا راح نكمل نعسل الحبات كامل اللي عندي. يعني قلت لكم البنات يعني غطيوهم برك هكذا بالعسل وما تخليوهمش يطولوا في العسل تاعكم، يعني غير شويه هكا يشربوا ونحيوهم. يعني راح يشربوا معكم للاسفل لانه راح يجيو بزاف هشاش من داخل وما يستحقوش يعني يقعدوا مده طويله في العسل باش يشربوا بزاف. يعني هذه نصيحه قدمتها لكم، ان شاء الله يعني تاخذوها بعين الاعتبار. لانه في نهايه الفيديو ولا في بدايه الفيديو كما شفتوا كنت قسمت معكم الحبه وشفتوها من داخل كيفاش جات، يعني جات ما شاء الله. ودوكا في اخر الفيديو راح نزيد نعطيكم اكثر فاكثر. هنا يعني الطريقه راهي سهله واي وحده تقدر ديرها. يعني في عمرك حتى بعد في عمرك 16 سنه تقدري تدخلي للكوزينه وفم راح ديريها وصدقوني روعه روعه روعه، يعني الذوق تاعها هايل. وهنا كما تحبوا يعني الاذواق في العجينه تاعكم تحبوا ديروا اي ذوق تحبوه، يعني انتم احرار. انا ما فضلت ندير حتى ذوق لانه حبيت نحافظ على هذاك الذوق تاع تاع التوت العليق هذاك اللي حنديرو انا، يعني حفضلت يعني نخليه. شوفوا لهنا البنات يعني باش راح نحشيها انا راح ندير دكو فروي ذوق توت العليق. لهنا ديروا في بوش وبداو تخدموا به عادي، يعني تبداو تعمروا في الثقبه تاعكم هذيك. ما تخافوش يعني تقولوا راح تخرج لنا من اللوط ولا لا، لانه كما نعرفوا ديك فروي شويه ثقيل. لهنا اذا عندك حبيبتي مثلا سوبر كريم ذوق الفراوله ولا اي ذوق راكي حبيتو نتيا يا بعد واش تروحي ديري تحطي شويه من سوبر كريم يعني اي ذوق حبيتيه في كاسرونه وتضيفي له نصف ملعقه نشا وتخلطيها مليح قبل ما تحطيها فوق النار. تخلطي مليح لازم هذاك النشا يدخل في السوبر كريم تاعك، ومن بعد تديها فوق النار يعني هكذا وتبقاي تحركي فوق النار حتى تعقد معك هذيك السوبر كريم تاعك، ومن بعد ديريها في بوش وتبداي تخدمي بها. هنا الغرض ليه درنا النشا في السوبر كريم باش يبقى القوام ثقيل، يعني مش راح يجي سايح معكم. هنا نروحوا نشوفوا وصفتنا. شوفوا حبيباتي اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، كانت يعني خفيفه ظريفه وبزاف بزاف بنينه واقتصاديه وغير مكلفه، يعني ان شاء الله تنال اعجابكم. هنا حبيباتي اذا عجبتكم ما تنساوش تدعمونا بالجيم الله يخليكم، وتخلينا تعليق يعني رائع يكون كيما نتوما يا بعد، يعني تعليق محفز. يعني صدقوني تعليقاتكم كامله راني نقرا فيهم، ربي يعني يحفظكم. واي وصفه حبيباتي يعني راني نقرا في التعليقات تاعكم وشفت كامل واش طلبتوا مني، اكيد في الفتره هذه راح نلبي لكم كامل طلباتكم. شوفوا لهنا حبيباتي القوام تاعها،
وهنا بالنسبه للورشه تاع ايمان شاكري اللي حديرها، يعني راح تقدم فيها كيك ديزاين. يعني البنات اي دارتها بالسبت ان شاء الله 3 سبتمبر ان شاء الله راح نكون من الحاضرين. اذا حبيتوا تحضروا حبيباتي راح نكونوا متواجدين كامل فما المقر الهضاب. راح نخليكم الرابط اسفل الفيديو ونخليكم رقم الهاتف تاعها اسفل الفيديو، اذا حبيتوا تنضموا الينا مرحبا بكم.